أخيرا صحصح رئيس مجلس القيادة اليمنية رشاد العليمي وخرج بهذا الخطاب. تأكد بشكل قاطع ثبوت قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بالضغط وتوجيه المجلس الانتقالي بتقويض سلطة الدولة والخروج عليها. هذا الخطاب اللي بيغير المشهد السياسي تماما، واللعبة اللي كانت تلعب تحت الطاولة أصبحت ظاهرة للعلن. فما الذي حدث وما الجديد؟ في بداية ديسمبر تحركت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا باتجاه حضرموت تحت نفس الذريعة المتكررة: احنا جينا عشان حرب الإرهاب والإخوان وطرد القوات الشمالية. هذا التحرك قوبل في البداية بصمت يمني وعربي ودولي قبل أن تنقلب الصورة تماما وتبدأ هنا بيانات الإدانة واحدة بعد الأخرى. البيان الأهم جاء من السعودية اللي اعتبرت حضرموت جزء من أمنها القومي، وأكدت صراحة أنه أي تهديد هناك ويعتبر بالنسبة لها خط أحمر لا يمكن أبدا تجاوزه. يعني أنه التحرك السعودي أتى من شعور أنه الإمارات تمادت وبدأت تخنق السعودية. هنا السعودية قالت يا باطل. هذا الموقف السعودي أعاد ترتيب المشهد ودفع مجلس القيادة الرئاسي للخروج ببيان يعلن فيه إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات ويطالب بخروج قواتها من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة. طب الشعب اليمني إيش موقفه من كل هذا؟ اليمنيين هم مدركين تماما أن هذا الموقف لم يأتي بدافع يمني خالص وتقف خلفه حسابات ومصالح إقليمية، لكن هناك شريحة واسعة من اليمنيين رحبت به لأنه عبر عن موقف طال انتظاره، رفض الوصاية والتدخل الخارجي، وهذا الموقف الشعبي مع خطاب الحكومة اليمنية التي خذلت اليمن مع الأسف طوال السنوات الماضية. يعني يوضح أن الشعب يقول للحكومة احنا مع الدولة، ثقوا أن الشعب معكم، اتحركوا يا قادة من أجلنا. فاليوم الذي يجري في جنوب اليمن بالنسبة لليمنيين ليس حدثا عابرا أبدا، بل هو تصعيد خطير يضاف إلى حرب مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات. برأيكم أنتم كيف تقرؤون هذه الأحداث وكيف ستؤول إليه الأمور فيما بعد؟